السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. بس النهاردة هشرح التفاصيل بتاعت سكيل جيم، تمام، اللي هي الستودنت اكتيفيتي اللي احنا مقدمينها سينتكس لاب. تمام. سكيل جيم عبارة عن ستودنت اكتيفيتي، هدفها الرئيسي انها تحطك على بداية الطريق. تمام. وفي الاخر ليها جوائز، لان احنا عاملينها بنظام مسابقة اصلا، وبرضو في الشرح هتفهم قصدي. ان شاء الله ان هدفنا من سكيل جيم زي ما قلت ان احنا نحطك على بداية الطريق لكذا مجال هقولهم لك، وان احنا نوصلك او نخليك تاخد بس الخطوات الاولى في الكارير اللي حضرتك هتختاره. تمام. طيب سكيل جيم عبارة عن ايه؟ عبارة عن 5 مراحل. طبعا البي دي اف ده هتلاقيه اللينك بتاعه في الديسكريبشن، وهتلاقي اللينك بتاع التسجيل برضه موجود في الديسكريبشن. سكيل جيم عبارة عن موجودة 5 مراحل. تمام. 5 مراحل دول انا مش هقول تفاصيل كتير فيهم، لكن تقدر تقراهم البي دي اف. تمام. ولكن كل مرحلة فيها حاجتين أساسيين في كل مرحلة. أول حاجة وهي الشرح، إن إحنا هنشرح لك، يعني إحنا كشباب بتوع سينتكس لاب أو انستراكتورز من بره هم اللي هيشرحوا. تمام. هنشرح لك الجزء الخاص بالمرحلة، وبعد كده ده الجزء الأولاني، يجي الجزء التاني جزء التطبيق. طيب هل التطبيق هيبقى تطبيق عادي كده؟ لا، التطبيق هيبقى فيه تطبيق من مجالات العمل أو سوق العمل، بمعنى إنك مش هتتمرن على أي حاجة، لا أنت هتتمرن على مشاريع فعلا حقيقية، سواء لنفسك أو لينا أو للسي في بتاعك. والكلام ده أنت هتشوفه بنفسك إن شاء الله بعد ما تسجل. تمام. متكونة من 5 مراحل. متكونة من individual skill، يعني إن أنت تمتلك مهارات فردية. تمام. وكمان هتمتلك مهارات جماعية زي مثلا ستيج 3 مكتوب هنا تيم تشالنج. تمام. إن ده بيبقى تيم هو اللي بيعمل البروجكت او المطلوب منه حاجة معينة، فانتوا بتشتغلوا كتيم. تمام. طيب برضو ازاي شغالة كمسابقة او ازاي هنعملها كمسابقة؟ زي ما قلت لك، هي student activity معمولة بشكل مسابقة. يعني ايه في شكل مسابقة؟ التفاصيل دي كلها، التفاصيل اللي جوه المسابقة دي هتفهمها اول ما تسجل. تمام. ولكن عشان برضو تبقى معانا في الصورة، انت حضرتك اول ما بتسجل بيوصل لك كارت، تمام، فيه اسمك والاي دي بتاعك والكورس اللي حضرتك مشترك فيه. تمام. وجوه بيتحدد بقى مثلا في البرمجه هتتعلم جافا، سي شارب، سي بلس بلس، لسه هشرح لك الكلام ده قدام. وبعد ده كله وبتاخد الاي دي بتاعك. تمام. بتبدا بقى في المراحل. طيب اول مرحله ده لكل الناس، ومفيش حد بيطلع من المرحله الاولى. حتى لو انت فشلت التطبيق بتاع المرحله الاولى بتاخد فرصه تانية. تمام. لغايه لما بتطلع للمرحله التانية. طيب من اول المرحله التانية هيبقى في ناس هيتم إقصائها. التفاصيل دي كلها مش معتمدة على شطارتك، إنما معتمدة على اجتهادك. تمام. يعني مش معنى إنك معرفتش تعمل بروجكت معين فأنت كده هيتم إقصائك، لا. الفكرة كلها أنت لو ما اجتهدتش هيتم إقصائك، لأن البروجكت مش هيبقى صعب على قد ما هو محتاج واحد بيعرف يذاكر. تمام. طيب ايه التفاصيل بقى المكتوبة تحت اللي هي بتاعة الكونديشنز والكلام ده كله؟ دلوقتي اهم حاجه تعرفها في الكونديشنز والرول كذا حاجه. اول حاجه لازم يبقى سنك من 19 ل 22 سنه. الرسوم بتاع المسابقه 100 جنيه، بتدفعها امتى؟ مع دخول المرحله الثانيه. يعني انت ممكن تسجل في المرحله الاولى، تدخل وتشترك فيها فور فري تماما. مع بدايه المرحله الثانيه لو الدنيا مشيت فيها تمام، بتدفع ال 100 جنيه دي، وبتفضل ال 100 جنيه دي هي بتدفع مره واحده، وما بتدفعهاش تاني على مدار المسابقه كلها. طيب المسابقة هتبدأ امتى؟ إن شاء الله في أجازة الصيف. تمام؟ تمام. الجوائز بتاعة المسابقة سيان لليفل 2 أو اللي هي ستيج 2 أو ستيج 3 أو ستيج 4 أو ستيج 5 بيبقوا عبارة عن يا إما جوائز مالية، يا إما شهادات، يا إما كورسات مدفوعة بنديها لحضرتك. تمام؟ مع إمكانية إن إحنا كتيم هنقدر أو لينا الأحقية إن إحنا نعينك معانا في التيم لو لينا إن خبرتك ومهارتك تصلح لده. تمام. زي ما قلت انت اصلا في قلب التدريب
هتشتغل على مشاريع حقيقية تبع سوق العمل. تمام. طب ايه المجالات اللي معانا؟ معانا 4 مجالات: البروجرامينج، سي شارب، سي بلس بلس، ودول شاملين او هيشملوا الويندوز فورمز ابلكيشن. تمام، ازاي تعمل برنامج ويندوز فورمز ابلكيشن. والجافا، ودي شامله الجي ار. ده اول مجال. تاني مجال معانا المايكروسوفت اوفيس، ده اللي هو الاكسل والوورد والاكسس. تمام، وباقي البرامج بتاع مايكروسوفت كلها. تالت مجال هو الجرافيك ديزاين. رابع مجال هو الفيديو اديتنج. تمام. بس اتمنى اكون وضحت الحاجات اللي محتاجه توضيح. كل التفاصيل هتلاقيها في البي دي اف اللي معروض قدام حضرتك ده. تمام. وان شاء الله نقدم حاجه حضراتكم تستفادوا بيها وتليق بينا وتليق بحضراتكم. تمام. بس كل التفاصيل موجوده في البي دي اف. هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن، وهتلاقي اللينك بتاع التسجيل موجود في الديسكريبشن. اشوفكم على خير. سلام.